في تطور مثير، قلب المغني المغربي سعد المجرد الطاولة على الفتاة الفرنسية لورا بريول في قضية الاغتصاب المزعومة والمقرون بالعنف، بعد أن كشفت السلطات القضائية عن تطور صادم يتمثل في اتهام الشابة بمحاولة ابتزاز المغني بمبلغ ضخم. وأولدت صحيفة لو فيغارو أن الشابة الفرنسية البالغة من العمر 29 سنة يشتبه في أنها حاولت ابتزاز المجرد بمبلغ قدره 3 ملايين يورو مقابل سحب اتهاماتها بالاغتصاب أو عدم المثول أمام محكمة الجنايات. وأشار المصدر أن المغني المغربي تمكن من إحباط محاولة الابتزاز هذه بإبلاغ الشرطة بالواقعة، ما حول مسار القضية من اتهام له إلى اتهام موجه ضد المشتكية. وكشفت الوسيلة الإعلامية أنه تم استدعاء الشابة اليوم الأربعاء للمثول أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة طلبها من سعد المجرد عبر مدير أعماله دفع 3 ملايين يورو مقابل سحب تهم الاغتصاب. وشمل الاستدعاء أيضاً 4 متهمين آخرين بتهمة التواطؤ ومحاولة الابتزاز، من بينهم والدة الشابة ومحام وشخصية مؤثرة. وأكد محامي سعد المجرد أن هذه العناصر الجديدة تقوض مصداقية الطرف المدني وبالتالي قضية الادعاء أمام محكمة جنايات كريتاي، حيث كان من المقرر إعادة محاكمة المجرد الذي استأنف الحكم الصادر ضده بالسجن 6 سنوات خلال سنة 2023.